السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض شوية طحينة كده. احنا عملناها مع بعض قبل كده. كنا عاملينها بالسمسم بس. طبعا بالسمسم بس افضل وكل حاجة، بس هنحط لها النهارده سوداني، فول سوداني يعني علشان يديها طعم. تمام، ممكن نحتاجه كله وممكن ناخد ايه يعني على حسب العجينة. فانا معايا طاسة كده، معايا طاسة اهي. احط فيها السمسم، انا منقياه ومنضفاه. آه هاخده بس كده على النار، يعني ايه هديله يعني هطلع منه الطراوه بس كده او رطوبه. يعني مش هنحمصه، هنسخنه بس. وبعد كده اسخن برضو الفول السوداني، ومعايا معلقتين دقيق، معلقتين بالظبط، مش هاخد اكتر من كده. تمام. هسخن بقى كل ده ايه ونشوف، نكمل وصفتنا ونشوف هنعمل ايه. انا سخنت ال- السمسم، وسخنت السوداني اهو سخن اهو. هيهدى بس، وانفض بس كده بس. سخنة نار. هحط بقى معلقتين الدقيق، هي كده كده الطاسة سخنة، فهي اوريدي هتسخن، بس انا هحطها برضو ايه شوية شوية صغيرين، يعني معلقتين بس هم. هحطهم شوية على النار واطفي ونرجع تاني مع بعض. معايا الخلاط بتاعي بقى كده، وهحط مثلا هحط الزيت الاول في الخلاط اهو. بسم الله. الزيت عافية حلو كده عشان الطحينة بتاعتنا تبقى ريحتها حلوة. حطيت شوية زيت الأول، أنا هحط سرسوب بس أنا حطيت شوية تحت كده عشان ما يبقاش تقيل على وهنحط شوية سمسم. هينفع من غير كب؟ هينفع من غير كب. عملنا كذا مرة مع بعض. حطيت نصه وارجع احط نصه. وبعدين انا كنت مسخنة الدقيق اهو، مسخنة بس. هنحط برضو معلقة معلقة. نسيب المعلقة التانية واحنا برضو ايه بنضرب. تمام. وانا معايا السوداني اهو، بص دقيته، بس دقيته دقة كده يعني عشان يعمل زي السمسم كمان. هينفع ينفع ويبقى جميل، وهنشوف مع بعض. انا بس عشان ما ازعجكمش هضرب في الخلاط ونشوف برضو الدنيا فيها ايه. بصوا كده، حطيت كمية الدقيق، حطيت كمية الدقيق وكمية السمسم. بصوا يعني كل ما تضربي فيها هتتقل اكتر واكتر. ما حطيتش زيت كتير، انا حطيت شويه اللي قدامكم، وحطيت كمان شويه صغيرين قوي. بس هي الفكره ان انت يعني تحطي نقطه نقطه. بصي انا هحط بقى بقيه السوداني اهو، اللي انا كنت مكسراه كده يعني باي حاجه معاكي، مش شرط الكبه يعني، ماشي. انا هحط شويه واضربهم وارجع احط شويه تانيين برضه، واوريكم ايه الشكل النهائي برضه. بصوا بقى انا كده ضربته اهو، مش عارفه باين ولا لا. بصوا اهو، هنفضيه مع بعض ونشوف. ولا انعم ولا احلى من كده. اهو. اهو. بسم الله. بصوا الجمال. ودي بس كويس. بصوا بقى الجمال. بصوا اهي، انا فضيتها من الخلاط، ما خليتش الخلاط في حاجه خالص عشان مقدار وحاجه نضيفه وزيت نضيف والمره دي حطينا سوداني، فاحنا ما بنحطش الفول السوداني. حطينا المره الفيديو اللي فات كنا عاملينه بسمسم فقط لا غير، مع معلقتين دقيق يعني. فالمره دي حطينا السوداني اهو، خلاه بالطريقه دي. بصوا، وانا مرضتش اتقل عن كده عشان لما بسيبها بتتقل اكتر من كده. انا بعمل مقدار على قد كده، انا ممكن اعمل مقدار كبير بس هو المقدار ده حلو قوي بيكفيني.
اهو بالمنظر ده. بصوا ناعم ازاي، مش محتاج كبة، مش محتاج مطحنة الخلاط، مش المطحنة يعني، لكن بيتعمل في الخلاط نفسه اهو. بصوا في احلى من كده اهو. وخلي بالكم انا عندي سمسم فاتح، انا اللي حابه اعمله بسمسم غامق عشان يديني اللون الحلو ده، مش حباها بيضه قوي. ما تنسوش احنا لما بنعملها للمشويات بنخلطها بميه وكده وبتبيض، فانا حابه اللون ده كده اهو. اللون ده حلو قوي. تمام. وما تنسوش، ما تنسوناش بقى في تعليقاتكم، ما تنسوناش في دعوتكم الحلوه. سبسكرايب، لايك، ويا رب تعجبكم. هحط لكم لينك الطحينه اللي قبل كده، هحطها لكم في صندوق الوصف. وعندي بقى فيديوهات حلوه برضو زي كده، الصويا صوص عاملاه، نوتيلا، عامله الشوكليت، عامله كل حاجه. لو حابين يعني تدخلوا تشوفوهم. واقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.